أماكن ساحرة وأخرى تضم أسراراً ينطوي عليها تكوين هذه الأرض وفقاً لمعتقدات. واحدة من هذه المرابع معبد يصر مريديه على أنه كان الأساس لأصل المعمورة، على بعد 53 كيلومتراً من مركز محافظة دهوك. يقع مستقر يعرفه أنصاره بخميرة الأرض، المكان الهادئ. اخترنا هذه الوجهة. بوابة تعلوها شمس منحوتة من الصخر استوقفتنا لنرى ما سرها. براعنزل، وتعني البوابة الأزلية، تقع على بداية جسر صخري. كالصفا والمروة يجري أتباع هذه الديانة ذهابا وإيابا، لكن ل3 مرات. والحكمة من كل ذلك تساقط الذنوب ومحوها في أول مراسم شعائر يطلق عليها الحج، تمهيدا لدخول المعبد. احذر أن تثير الغضب بسيرك منتعلا، فالأماكن مقدسة والعتبات أيضا، فلا يمكن أن تطأ قدمك إياها. أكملنا المسير، وصلنا إلى واد تحيطه 3 جبال مليئة بأشجار خلابة وساحرة. في واد تحيطه 3 جبال، عرفات، نشأت، عزرت، يقع معبد لالش منذ 4000 سنة في هذا المكان، في إطلالة ساحرة للغاية. المعبد الوحيد للديانة الإيزيدية في العالم. على يساري قبة شيخ شمس، لنأخذ جولة في هذا المكان الساحر والخلاب. لالش، يعتقد الإيزيديون أن معبدهم هو خميرة الأرض وفقا لكتابهم المقدس المصحف الأسود، إذ كانت الأرض لا روح لها إلى أن هبطت إلى لالش، فنبتت الأشجار ودبت الحياة. وتعني كلمة لالش المكان الهادئ الذي ينبغي على زواره التعبد بهدوء وسكينة كالأصم والأخرس فيه. قلب المكان يقع على اليمين من شارع يقسم المعبد إلى شقين، حيث مدفن الشيخ عادي بن مسافر، أعظم شخصية إيزيدية محاطة بهالة من القداسة، ويعد مركز الحج الرئيسي للإيزيديين. تعلو هذا المكان 3 قباب مخروطية الشكل، مخددة إلى 7 أخاديد نسبة إلى عدد الملائكة، وأخرى إلى 12 أخدودا نسبة لأشهر السنة. الأخاديد هنا ترمز إلى أشعة الشمس، لتتصل بعدها في نقطة واحدة للدلالة على وحدانية الله. القبة تستند إلى قاعدة مربعة أو مستطيلة كمركز للجهات الأربع أو العناصر الأربعة: الهواء، الماء، النار والتراب. من هنا تبدأ رحلة الحج، إذ يدخل الحجيج إلى بوابة مطعمة برموز وكتابات تدعى بمير أمادين. تؤدي هذه البوابة إلى باحة قديمة الطراز. مدخل على يسارها
يؤدي إلى نبع زمزم الذي منعنا من التصوير داخله، كونه يخص أتباع هذه الديانة فقط. الجدران مغطاة بحجر المرمر. القبة الأولى متوسطة الارتفاع هي من تعلو هذه القاعة. نزلنا إلى سلم يحتوي على 10 سلالم، حيث نبع زمزم مكان مقدس عند الإيزيديين، مياه مقدسة أيضا. في هذا المكان كهف وممرات أخرى وسواق تأخذ الماء إلى أماكن مقدسة أخرى. خلفي في هذا المكان هو ضريح الشيخ حسن. القاعة الأهم في هذا المكان ضريح الشيخ عادي المتوفى في العام 1162. هنا في قلب المكان حيث ضريح الشيخ عادي الذي تعلوه أكبر قبة مخددة في معبد لالش. هذه القبة كما تشاهدون من أبرز معالم هذا المعبد. تغطي هذا القبر نوعان من الأقمشة يطوف الناس حولهما في أول مرحلة في الحج بعد بئر زمزم. القاعة الأخرى هي قاعة تحتوي على جرار تستخدم لحفظ زيت الزيتون المقدس، التي عمرها يصل إلى 6000 سنة وفقا لرواية. تكدس الزيوت فيها لتستخدم فيما بعد لإشعال النيران يوميا. وإذا ما نفدت هذه الزيوت المصنوعة في المعبد تخلط بأخرى عادية تجلب كهدايا من قبل الزوار. حجر الأمنيات هو ما يميز الغرفة التي تلي غرفة ضريح الشيخ عادي. عليك الاعتقاد أولا قبل أن ترمي قطعة القماش هذه على الصخرة التي تعلو عمودا حجريا. 3 محاولات لكل شخص، وإذا ما استقرت قطعة القماش فوق الصخرة تتحقق الأمنية. رواق آخر مررنا من خلاله كان يحتوي على ذات جرار الزيتون التي تفوح منها روائح الزيت المعتق. البوابة الأخيرة تؤدي إلى ضريح قديم ملفوف بخرقة سوداء. تقصده الزوار كآخر محطة في الحج، حيث مرقد الشيخ أبو بكر. بعدما اجتزنا جرار الزيتون في قلب هذا المكان وصلنا إلى غرفة أخيرة هي محطة الحج الأخيرة في هذا المكان عند الإيزيديين، حيث قبر الشيخ أبو بكر.
ترتبط جرار الزيت التي شاهدناها بعادة ومراسم سنوية لعصر زيت الزيتون، حضرناها ووثقناها عن كثب. في أيام معدودات من السنة يقوم الإيزيديون بعصر زيت الزيتون. تأتي هنا أطنان من الزيتون ليتم عصرها بواسطة الأرجل، بواسطة طريقة بدائية وجميلة تدل على تراثهم وطريقة تحضيرهم لهذا الزيت الذي يعتبرونه أو يحظى بشيء من القداسة ليستخدم يوميا في إيقاد النار. طرق بدائية جدا يحتفظ من خلالها الإيزيديون بتقاليدهم التي توارثوها أبا عن جد. تجمع حبات الزيتون بكميات كبيرة تصل إلى أكثر من 6 أطنان. تعمل النساء والفتيات على عزل الحبات الصالحة للعصر. توضع في أكياس ليفية لتبدأ بعدها عملية العصر الأكثر إثارة في هذه الصناعة. يداس بالأرجل ليتم عصره. تضاف إليه المياه على فترات. تستخلص عصارته لتصب في حوض كبير. يخلط على الدوام منعا لترسبه. يحضر الحطب بطرق بدائية أيضا استعدادا للمرحلة النهائية. كل هذا الجهد لكي تستمر مراسم إشعال النيران المقدسة يوميا بطقوس خاصة وجميلة على طول أيام السنة وعلى عددها. بعد قليل سيبدأ طقس تشرا. ما هو هذا الطقس؟ إناءان يحتويان، الأول باسم شقلته يحتوي على فتائل من القطن مغموسة بزيت الزيتون. إناء يحتوي على الجمر يحمل رجل وامرأة، الفقير وفقيرة، يجوبان كل المعبد ليشعلوا 366 فتيلة في جميع أرجاء معبد لالش. الذي يشاهد هذا الإناء المحمول يجب عليه أن يقف على قدميه احتراما لهذا الطقس. لا يستطيع الجلوس حتى يقرأ دعاء ومن ثم يجلس. نترقب هذا الطقس عن كثب ونشاهد. يخرج رجل وامرأة كل يومي أربعاء وجمعة في مراسم تدعى تشرا، يشعلان النيران فيها. وبقية أيام الأسبوع رجل فقط هو من يشعلها بمفرده. عندما تشاهد النار ينبغي عليك الوقوف على قدميك، فحذاري من الجلوس قبل أن تدعو بدعاء ليحق لك ذلك. ترجع هذه الطقوس إلى عصور قديمة مرتبطة بنشأة المعبد. آنذاك لم تكن الإنارة بالطاقة الكهربائية، كانت بهذه الطرق القديمة واستمرت إلى يومنا هذا كطقوس فقط. فليست مصادفة أن عدد فتائل النار المشتعلة يوميا هي نفسها عدد المزارات والمقامات والقبور في معبد لالش العجيب.
والتي تكون أغلب أماكن المعبد، مجتمعة مع الأنفاق والأروقة المبنية من حجارة الجبال. فالإيزيديون يقدسون كل أيام السنة بعديدها، كذلك كل أماكن المعبد مقدسة. الصخور والأشجار. تملكني الفضول لكي أرى بعضا من هذه الأماكن التي كان منها محظورا علينا حتى ندخله. كما أن الإيزيديين يقدسون النار والشمس، لعدد أيام السنة قدسية خاصة أيضا، فحتى قبور أوليائهم ومزاراتهم ومقاماتهم على عدد أيامها. لا نستطيع أن نزورها جميعها لكثرتها، لكننا سنسلط الضوء على قسم منها. عبد القادر الرحماني واحد من هذه الأماكن. غرفة صخرية وقبر محاط بأقمشة ملونة. ومقام آخر تحيط مدخله الأفاعي. لكن ما يوحد هذه القبور والمزارات أنها مبنية بواسطة أحجار الجبال والنورة على طرازها القديم بسقوف منحنية. السلام عليكم. خلال توثيق هذا مررت بالعديد من الإيزيديين وسألتهم عن أكثر الأماكن إثارة. صخر الجن الذي حذرت من دخوله، لكن مهمتي تتطلب المخاطرة. تحاك الأساطير حول هذا المكان، صخر الجن. روايات كثيرة وحكاية أن من يدخل هذا المكان لن يعود مطلقا وليست له نهاية. سندخل إلى هذا الكهف ونشاهد عن كثب. تابعوا معي. ينبغي علي أن أنزع الجنطة حقيبتي. المكان ضيق للغاية. بداية مدخل الكهف
ضيقة مردومة بالأحجار، حتى لن يستطيع أحد الدخول إلى هذا المكان. لأرتدي حقيبتي مرة أخرى وأستكشف المكان. المكان مليء بهذه الخنافس من حيث برازها الموجود هنا. نستدل على هذا الشيء. كما يبدو أن هذه هي نهاية هذا الكهف. لا يوجد أي شيء في الداخل، والأسطورة الأولى قد أسقطت أن هذا الكهف ليس له نهاية. إما الأسطورة الأخرى تقول يأتي شخص مريض ممسوس ببعض الأمراض الروحانية يبيت هنا، وإذا نام يتشافى من مرضه. ما علينا، قد قمنا به، نترك الباقي لكم. مكان خاص للغاية، مهما فعلتم لن تستطيعوا دخوله. للإيزيديين فقط، ليس لغيرهم. كثيرة هي الأماكن المقدسة في معبد لالش، وواحدة من هذه الأماكن العين البيضاء. إذا دخلنا هذا المكان سنصبح إيزيديون وفقا لمعتقدهم، لذلك لم يسمح لنا بدخول هذا المكان، حيث المياه المقدسة التي تستخدم في التعميد. إذا دخلت زوجة إيزيدية مع زوجها إلى هذا المكان ستصبح كارثة. لكم أن تطلعوا في البقية. فهذه الطقوس تدعى التعميد، وينبغي على كل إيزيدي أن يدخلها مرة واحدة في حياته على أقل تقدير. النساء، الرجال، الأطفال، وهي من تجعلهم إخوة في دينهم. قلنا لكم أن 3 جبال مقدسة تحيط المعبد. لم أكن أحتسب توثيق هذا ما لم أصعد على أحدها. اخترت جبل عزرات. حثثنا المسير في رحلة شاقة ومرهقة، مررنا خلالها بخطر السقوط. أخذ مني التعب أشد مأخذه. وصلنا إلى قبة فلك، مكان تدور حوله حكاية إيزيدية لشخصية كانت خالدة تتعلق بتفاحة الخلود. تجربة مؤلمة، وأنت تسير حافي القدمين أو بجوارب تارة. نلبسها مرة
وأخرى ننزعها. وفقا لانزلاق التربة وثباتها. أشعر وكأن الصخور مزقت قدمي. كل مكان فيها يؤلمني بشدة. سفح الجبل مليء بالأشجار. المكان هادئ وجميل. وصلنا أعلى الجبل. بعدما قطعنا أكثر من كيلومترين مشيا على الأقدام من العين البيضاء صعودا إلى أعلى جبل عزرت حفاة القدمين، وصلنا إلى ديوان باب سلمان، أحد الأولياء الصالحين عند هذه الديانة. شاهدنا شجرة مربوط عليها بعض قطع القماش مكتوب عليها يا الله يا خدا أو كلمة بهذا المعنى. وهنا هذا الديوان الذي يعتبر مزارا لهذا المكان. وعلى تنوع جبال كردستان تنوعت الطوائف والمذاهب والأديان، فاتخذت المعابد مكانها في الصفوح والوديان لتعزف سيمفونيتها على مر الزمان.